ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مستنيه لايكاتكم وتعليقاتكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وجديد من المواقف بتاعتنا. المهم موقف النهارده انا والله ما كنت اعرفه غير بالصدفه، بس الموقف ده بيبين بجد ان الاخ ما بيقدرش يشوف اخته بتتأذى. بجد والله العظيم مهما كان مش عاطفي او فعلا ما بينفعش الاخ يشوف اخته بتتأذى قدامه، حتى لو بتتأذى من حد طبيعي انها تتأذى منه يعني. المهم اختي بتحكي لي ان كان عندنا اخونا الصغير، هو من قرية ريفية واحنا في المدن. والمهم ان هو قاعد عند اختي ديت وبيشتغل وساكن معاها يعني. ماشي، هو كان لسه شاب لسه متجوز، وهي كانت متجوزه، مع انه كان بيحب جوزها جدا وجوزها دمه خفيف وكل حاجه. كان بيحب يقعد عنده، بيحبش يقعد عند اخته الكبيره. بيتفاهم مع جوزها ده عن جوز اخته الكبير، تخيلوا. المهم قاعد وكده، وحصل موقف اخته وجوزها شدوا مع بعض. ماشي، يعني انا ساكن عندك في البيت وفي بيتك، والله مش مسألة ان هو مش مقدر ولا مش مقدر الجميل، لا بس ما قدرش يمسك نفسه لما شاف اخته بتتأذى. المهم قاعد، وبعدين اخته وجوز اخته شدوا مع بعض. جوز اخته فقد اعصابه، كان لسه هيمد ايده على مراته. هو ده عيب اساسا ان انت تمد ايدك على مراتك قدام اخوها، دي كبيرة. ماشي، بس اخوها بقى فجأة قام، هو ما شاء الله جوزها ضعيف شوية عنه يعني، مسك جوز اخته من رقبته. والله بتحكي لي ان هو مسكه من رقبته ورفعه على الحيطة كده. تتخيلوا انتوا المنظر؟ وقال له انت عايز تمد ايدك على اختي وانا قاعد؟ انت ما بتفكرش؟ انتوا تتخيلوا الموقف لما تبقى قاعده في بيت حد ضيفه وتيجي ماسكاه من رقبته ومعلقاه على الحيطه؟ انتوا متخيلين؟ اختي تنحت، بس والله بقى جالها احساس حلو كده بقى ان هي بقى زعلت على جوزها وفي نفس الوقت ان وراها راجل، فاهمه قصدي؟ يعني الموقف فعلا حلو، موقف فعلا حلو، وانشكحت كده. انا والله ما اعرف الموضوع، انتوا متخيلين يعني؟ وبعد كده بس الحمد لله الموضوع عدى على خير وهدوا الدنيا، وقال له المفروض ما كنتش تعمل كده قدامي، والتاني قال له، والمهم عدى الموقف. بس انا بتكلم على الحته دي نفسها، ان الاخ ما ينفعش يقدر يشوف اخته بتتاذى وما يعملش موقف. ايه رايكم في الموقف ده بقى؟ وكم اخت حلوه اخ عمل معاها مواقف حلوه كده، يحكوها لنا عشان نحكيها ونتعظ بيها.